بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، كل سنة وانتم طيبين. طبعا كلنا عارفين ان العيد عند الكاثوليك والبروتستانت بيكون يوم 25 ديسمبر، لكن عند الأرثوذكس بيكون 7 يناير، ودي ليه تانية خالص محتاجة لها حلقة لوحدها هنعرضها لكم الأسبوع اللي جاي. لكن الليلة بتاعتنا النهاردة هي عن سانتا كلوز أو بابا نويل زي التسمية الفرنسية بتاعته. فالسؤال حلقتنا الأول، مين هو سانتا كلوز أو بابا نويل؟ طبعا كلنا عارفين ان كلمة سانتا او سنت او سان معناها القديس، فهل كده شخصية سانتا كلوز شخصية حقيقية؟ الإجابة هتكون من جنوب غرب تركيا، وتحديدا في القرن الثالث الميلادي. الشخصية اللي أخد منها العالم كله شخصية سانتا كلوز اسمها الحقيقي القديس نيكولاس أو سانت نيكولاس. وبالمناسبة المسيحية في بدايتها انتشرت جدا في 3 أماكن، اسكندرية وروما وجنوب تركيا، وده طبعا قبل ما الإمبراطور قسطنطين الكبير يكون السبب الرئيسي في انتشارها في العالم كله في بداية القرن الرابع الميلادي. حكايات كتير أسطورية بتتقال عن المعجزات الكبيرة بتاعة القديس نيكولاس، ومنها إنه هو بيبي طفل رضيع، يعني كان بيصوم عن الرضاعة في أيام الأربع والجمعة، ودي أيام الصيام الأسبوعية المسيحية زي الاثنين والخميس عند المسلمين. وإنه بقى أسقف وهو طفل، وبعد كده بقى شفيع للأطفال والبحارة. وقصة إنه ليه بقى شفيع للأطفال، إنه أعاد 3 أطفال للحياة بعد موتهم مذبوحين على إيد جزار، لأن البلد كانت ساعتها بتمر بفترة صعبة جدا وهي فترة مجاعة، إن حرفيا الناس كانوا بياكلوا في بعض. لكن القصة الحقيقية فعلا للقديس نيكولاس واللي كانت سبب كبير جدا في شهرته كانت مع راجل فقير كان عنده 3 بنات. بنته الكبيرة فاتها سن الجواز، والوسطانية في سن الجواز يعتبر بس مفيش حد بيطلبها، وكانت الأيام دي كان أبو العروسة هو اللي بيدفع مهر للعريس. فجت بنته الكبيرة قالت له بعني كعبدة علشان تقدر توفر المهر للأختين التانيين. فالراجل طبعا زعل جدا ووقف يشتكي لربنا ويدعي له ويقول له يا رب قدرني علشان اقدر ان انا اجوز بناتي. فسمعوا القديس نيكولاس وبقى يحدف له اكياس الذهب من الشباك. ده طبعا بجانب شهرته الكبيره جدا ان هو كان عنده قدره على شفاء المرضى. بعد ما مات اتبنت كنيسه على ضريحه، وده اداله هاله من القدسيه كبيره جدا، وبقت الكنيسه دي بيحج لها الناس من جميع انحاء العالم. وفي تركيا بقى المسلمين والمسيحيين بيحتفلوا بميلاد القديس نيكولاس. قصة القديس نيكولاس وحكاياته بدأت تنتشر بصورة كبيرة جدا في العالم كله، وأصبح أيقونة للاحتفال بأعياد الميلاد. وكنا قدمنا على القناة هنا حلقة كاملة وبالتفصيل الممل عن سانتا كلوز، بس النهاردة هنيجي لسؤال الحلقة بتاعتنا، ليه سانتا كلوز بيلبس أحمر؟ وأنا عارفة إن الإجابة دي هتصدمكم جدا. لحد سنة 1930 كان سانتا كلوز بيلبس اللون البني. طيب ايه اللي غيره بقى يلبس الأحمر؟ الحكاية بدأت في شتاء 1930، وفي الشتاء تحديدا بتكون مبيعات شركات المشروبات الغازية قليلة جدا، فطلعت شركة كوكاكولا وفكرت ان هي ازاي تخلي الناس تشتري المنتج بتاعها وخصوصا في الشتاء. علشان كده اختارت الشركة رسام امريكي من اصل سويدي اسمه هادون سنتبلوم. هادون عمل ايه؟ اختار شخصية سانتا كلوز بما انها شخصية شتوية، فطبيعي مرتبطة بالشتاء، فطبيعي هتنجح المنتج بتاعه. واختار ان هو يلبسه اللون احمر لان دوت الشعار الرسمي لشركة كوكاكولا. ده خلى الشركة حققت مبيعات غير متوقعة في موسم الشتاء، ده طبعا لان كل موسم شتاء كان بيجي بخسارة على الشركة، بس دوت ذكاء من هادون لان هو استخدم شخصية سانتا كلوز كشخصية عامة بتتعامل في كل تفاصيل الحياة، ومن لحظتها ثبت اللون الاحمر على سانتا كلوز. شفتوا بقى الدعاية ممكن تعمل ايه؟